عندي واحد صاحبتي فورمتها فنة ومتيولة وعلى قدها، ولكن عندها مشكل واحد فيما كيدخل رمضان كتغلاض فيه لدرجة انه الا خيطت شي حاجه في البدايه ديال رمضان نهار العيد ما كتبقاش تجي قدها، وهي ما كتعرفش علاش. هي كتضل نهار كامل صايمه، كيفاش تصوم وفي الاخر كتلقى راسها زايده في الوزن؟ ولكن ملي سولتها لقيت انها كدير بزاف ديال الاغلاط، منهم انها فيما كتحط الفطور كتاكل بواحد الطريقه زربانه بحال راه ما غاديش تعاودي تحط الفطور غدا، وكذلك نهار كامل كتبقى ناعسه ومجبده وكتحاول انها ما تتحركش، حيت كتقول الا تحركت بزاف غنعيا وما غاديش نقد نكمل النهار ديالي في الصيام. فهي ما كتحركش وكتاكل بزاف لمده ديال 30 يوم، فضروري انها نهار 30 غتلقى راسها زايده كيلوات، وهكا ما كتبقاش عاجبها الفورمه ديالها وكتبقى عاوتاني محنه كيفاش دير تنقص هاد الكيلوات الزايدين. ولكن من مورا ما بحثات مزيان 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 عرفات شنو هي الطريقه اللي تحاول تحافظ بها على الوزن ديالها في رمضان، ومن يجي العيد تلقى راسها باقا فورمتها فنه وزوينه كيف ما دخلت بها رمضان. فإلا حتى كان عندك المشكل ديال انك كتغلاضي في رمضان وبغيتي ما يطراش لك هذا المشكل هذا العام، هذا الفيديو غادي نقول لك كيفاش ما تزاديش في الوزن وتبقى الفورمه ديالك فنه، وتقدري حتى الا بغيتي رمضان يكون هو احسن شهر انك تنقصي فيه الكيلوات الا تبعتي هذا الروتين اللي غادي نوريك. يلا نبداو. اول حاجه ننصحك بها هي انك ملي تبغي تفطري هرسي صيامك بالطريقه اللي وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي حنا كنتبعوا فيها، اللي هي انك تبداي بالتمر والماء فقط وسيري تصلي. ما تنوضيش معايا ودان تقولي صافي اجي ناكل وتبقاي تدخلي لفمك ارى لي الشباكيه ارى لي البطبوط ارى لي. لا، تمر والماء وسيري تصلي، وتعطلي على الماكله الا قدرتي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. تعطلي ما تجيش وتاكلي، يعني من تاكلي التمره خلي المعده ديالك تفهم باللي راه وصل وقت الافطار عاد بداي الماكله. هادشي كيعاون انك ملي تبداي تفطري ما تحسيش انك فك الجوع، بالعكس ملي غتبداي تاكلي تحسي غياب الشبع حيت كتاكلي بشويه عليك. وكذلك في الافطار ديالك ماشي ضروري تاكلي بزاف ديال الاطباق. كنشوف شي ناس كيحطوا في الطبله الطبق الاول والثاني والثالث والرابع، مالك اختي عليها؟ طبق واحد كافي، طبق واحد مازال تبعك العشاء ومازال تبعك السحور ومازال وقتاش ما بغيتي تاكلي كولي. الفطور عافاك، خذي طبق واحد تلدي به وكليه بشويه عليك، راه ما تابعك حتى شي واحد. كذلك ما تكوني كتاكلي ما تزربيش، ما تبقايش تاكلي بالزربه. انا عارفه ديك الوقت تيكون فينا الجوع وتنبغيو ناكلو بالزربه وتيسحاب لينا بحال الماكله غتهرب. الماكله ما عندها فين تهرب، كولي بشويه عليك. واهم حاجه حاولي انك تبعدي على السكريات. الا كنتي غتبداي الافطار ديالك بالسكريات راه ضروري غادي تزيدي الوزن في الاخر ديال هذا رمضان. يعني مثلا محطوطه الشباكيه، راه ماشي ضروري ناكل انا 5 شباكيات، راه ما عرفت شحال، راه الا كثرتي نص شباكيه، ولا كنت عندكم ديك الشباكيات صغار وحده، وانا كتجيني ديك وحده كثيره انك تاكليها كل نهار. يعني مثلا كليتي اليوم الشباكيه غدا بلا ما تاكلها، بعده بلا ما تاكلها، حتى بعده عاد كلها. فهمتي؟ يعني كلها نهار يومين يومين لا نهار يومين لا. يقدر نتوما يجيكم هذا الروتين صعيب، حتى انا كان كيجيني صعيب، حتى انا واحد الوقيته كنت كنقول لي خاصني ننقص، بس من بعد كتولفي وملي كتشوفي فورمتك كتشوفي راسك الثقه في نفسك كتزاد ملي كتلبس، حيت كلنا عارفين ان الغلظ مقبره الجمال. ملي كتلبسي اللبس وكتوقفي قدام المرايه وكيعجبك راسك هادشي كله كيهون. فعافاكي ما تكثريش من السكريات. اولا المناضه ما خصهاش تكون كاع في الدار، ما خصهاش كاع تدخل الدار. المناضه خصها تكون ممنوع، تقيدوها في الباب عندكم ديال الدار، ممنوع دخول المناضه. والعصائر ديال الزنق، لا هذا عصير ديال الليمون مازال مصايب في الزنق، ولكن راه عصير الليمون باقي مصايب في الزنقه، باقي عنده تاريخ صلاحيه. عصير الليمون كيدار في الدار، ما كيتشراش من الزنقه. اي عصير حاجه من الزنقه لا 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 غتعاونك انك تغلاضي في رمضان، وحنا ما بغيناش نغلطوا هذا رمضان هذا. وحاجه اخرى اللي هي قوي من انك تشرب الماء. انا من المشكلات اللي عندي باش ما كنعرفش نشرب الماء مزيان هو ملي كتقوي من اتاي. انا مثلا كنشرب كاس تقريبا ديال اتاي، وهاد الكاس ديال اتاي كيخليني نبقى مقهومه وما نشربش الماء، فحتى داك الكاس ديال اتاي وليت كنشرب غير النص ديالو باش نقدر انني نشرب الماء. فكذلك حتى انت حاولي اي حاجه كتشوفها كتخليك انك كتقهمي وما كتشربيش الماء نقصي منها، حيت الماء هو اللي غيعاونك انك تهضمي مزيان وانك تحسي بالشبع وانك ما تغلاضيش. اما لو بقيتي عاطيه غير الماكله بلا ما تشربي الماء ما عمرك تحسي براسك شبعتي. وحاولي من مورا التراويح انك تمشاي واحد 10 دقائق الا كان ممكن، تخرجي تمشاي شي شويه لك، شمي شويه الهواء، خرجي مع صاحبتك ولا راسك ولا ورا دبري راسك، المهم تخرجي تمشاي واحد 10 دقائق ديالك. الا كنتي ما يمكنش تخرجي ولا كنتي معكازه بحال انا صراحه بعض المرات ما فيا اللي يخرج، بعض المرات عاد كنوض فجاه كنوض كنقول ياس صافي غنوض نتمشى هذا العام هذا وما غاديش نزيد كيلوات
وكنوض كنبقى نتمشى حتى كنبرد، بعض المرات كنفوت 10 دقايق كنستحلاها وكنرجع للدار وكنحس بواحد الراحة نفسية ما يمكنش. أولا كنتي ما تقدريش تخرجي مع ورا التراويح ولا معكازة، ممكن أنك تبقاي غير في الدار وديري حركات غير من يوتيوب بحال تهزي يديك الفوق، تهبطي يديك، تشطحي على الشعبي اللي بغيتي. المهم واحد 10 دقايق ديري فيها الحركات حتى تحسي براسك أنكِ I'm good. 10 دقايق ما تعتبريهاش رياضة، اعتبريها غير كتلعبي، حيت 10 دقايق راه والو. يعني 10 دقايق تقدر تجيك صعيبة، ولكن إين فوا غتبداي تحسي بها راه والو. وهذا الشيء اللي كان فيديو ديال اليوم، هذه هي الطريقة اللي الناس كيديروها باش يحاولوا أنهم في رمضان ما يتزادش لهم الوزن ديالهم، وأي وحدة الوزن ديالها ما كيتزادش في رمضان راه هذه هي الطريقة اللي كدير، من غير الناس اللي عندهم مشكل هما ما كيغلاضوش. أما وحدة طبيعية أولا وحدة كتغلاض دغيا وكتلاحظي أنها في رمضان ما كتزادش الوزن ديالها، هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كدير. فهذا الشيء اللي كان فيديو ديال اليوم. إلا بغيتي تشوفي فيديوهات أخرين بحال هكا ديري abonné باش فيما نحط فيديو اخر تشوفيه، وقولي تحت في الكومونتير علاش بغيتي نهضر الفيديو الجاي. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. سلام.